السلام عليكم. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم. فيديو جديد وشهيوه جديده. انا متاكده انها غادا تعجبكم حيت هاد الشهوه كتعجب الكبار والصغار. ينفع في الفطور ولا في الكوتي وحتى في سيدنا رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال حتى هو غادي ينفعكم فيه ان شاء الله. وحتى في الاعياد راه هاد الوصفه هذه راه كنديروها حتى في الأعياد هكا. راه زوين بزاف وساهل وكيجي مسفنج وكيجي زوين بزاف. وبلا ما نطول عليكم وكنقول لكم مرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد، كنقول لهم مرحبا بكم، والناس اللي عندي نتوما راكم العائله ديالي. شكرا على ثقتكم فيا وشكرا انكم كتاخذوا من وقتكم وكتكتبوا ليا. وبلا ما نطول ندوزو للطريقه والمقادير على بركه الله. هنا عندي قد القمح قد فرص. عندي هنا يد القمح فينو وعندي فورص الحرش أو فرينة. ماشي مشكل، لا عندكم الفورص عادي عفوا يمكن لكم حتى هو تستعملوه ماشي مشكل. وإلا عندكم القمح ديال الزرع راه كان أحسن، كيجي أحسن من الفينو بألف درجة. المهم باش ما كان كتقديو. المهم كيكونوا قد عندي معلقة ديال العسل ومعلقة ديال الخميرة. هنا شاركت معكم العسل اللي كنستعمل معلقة، وعندي قياسي ديال الملحة. المهم الخميره كتبقى على حسب الجو. كان الجو بارد راه كديري شويه خميره زايده. كان الجو سخون راه حنا كنديروا القياس ديال العجينه وديال ديك الوقيته اللي غادي نصايبوا فيها هاد البوشير هذا. صافي هنايا كنجمعوا العجينه ديالنا بالماء دافي. كنحاول بانني ما نديرهاش قاصحه باش ما تصعبش عليا ملي نبغي نرخفها، كتكون شويه مرخوفه من الاول كنرخفها. كنجمعها كيف ما شفتوا وكندلكها. انا هاد المره شاركت معكم بوشير عجنته بيديا وعجنته في القصريه او القصعه. وكندلكو يعني ما درتوش في العجانه، راه ساهل في العجينه ديالو. وقلت نشارك معكم بالطريقه ديال زمان. غير زمان كنا كنتحناو كيف ما عارفين على ركابينا كتحني هكا على ركابيك وكتعجني العجينه ديالك وهذا. ولكن دابا بحكم اننا صافي ولا كلشي كيغوت بظهره وركابي وهذا، ولينا كنقضيو الشغل وحنا واقفين في الكوزينه، يعني شغل الكوزينه وليتي كتقضيهم وانت واقفه. صافي هنايا بعد ما دلكتها مزيان كنبدا كنعطيها رشه ودلكه كيف ما كنقولوا. يعني كنقرش شويه الماء وفي نفس الوقت كنعطيها البنيه، وكنبقى غادا مستمره بنفس الطريقه حتى نحصل على القوام اللي انا بغيت. من بعد ما صافي ترخفات ليا العجينه وحصلت على داك القوام اللي بغيت، كنبدا ندلك هنايا بيديا. كيف ما شفتوا ما كنبقاش ندير لها دوك البونيات كيف الاول. كنبدا ندلك، كنرجع العجينه كامله حتى لعندي وكنبدا نرجعها وانا كندلك بالكف ديالي كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نشارك معكم المرحله دليك واحد اخر. يعني كندلكها بيديا هكايا، وكاين حتى دليك واحد اخر هو اللي كيجيب هاد البوشير هذا كيجي مسفنج كيف ما كنقولوا، كيجي خفيف وكيجي مهوي، يعني ما يجيكش مدقص. كنبقى مستمره بنفس الطريقه. والطريقه الثالثه كيف ما قلت لكم او الدلكه الثالثه هي هذه. كنبدا نهز وكنحط كيف ما كتشوفوا، يعني نفس العجينه اللي كيديروها الناس ديال مصر. كيعجنوا العجينه ديالهم بحال هكاك نفسها، يعني غير كتبغي شويه الكتاف. هذه هي الطريقه باش كيجي مسفنج وكيجي زوين بزاف. قد ما خبطناه قد ما كيعطي الطوع كيف ما كنقولوا. صافي هنايا بعد ما كتدلك مزيان العجينه كتدلك، كنبقى مستمره هكايا حتى صافي كنحس بها بان ما بقاوش فيها الحبيبات ولات العجينه لينه. صافي كان اللي بغى يخليها هكا في القصريه تخمر في القصريه ماشي مشكل. بحكم انا عندي الضيق في الكوزينه ما كنخليش القصريه هكا باش ما تشدش ليا لي سباس. ملي نعطيه حقه في الدليك صافي ناخذو كنديرو في واحد الاناء او بانيو ولا شي بول هكا كبير ولا شي حاجه، المهم باش ما كان عندك كتقضي. وكنغطيه بالسلوفان ونخليه حتى يخمر على خاطرو. بغيتي تخليه هكا في القصريه وتغطيه بشي صينيه كبيره ماشي مشكل. انايا قلت لكم بحكم ان الضيق عندي في الكوزينه داكشي علاش كندير هاد الطريقه هذه. وغادي نغطيه ونخليه يخمر على خاطرو كيف ما شفتوا. انا حولته هنا في هذا الاناء هذا وغندير ليه البلاستيك الغذائي
ونخليه يخمر. كان الجو بارد كتعاودي تغطيه بمانطا، كتزيدي واحد المانطا كتغطيه. كان الجو عادي غير هاد البلاستيك الغذائي كافي صافي، وكتخليه راه دغيا كيخمر. هانتوما كيف ما شفتوا دغيا خرج دوك الفقاعات، يعني صافي العجينه ديالنا راه خمرات. انا دايره هنا المقله ديالي كتسخن، ضروري ما تكون المقله سخونه. وكناخذ واحد الطبسيل كندير فيه شويه الزيت وكندهن يدي مزيان باش العجينه ما تلصقش ليا في يدي. وكناخذ قياسي ديال العجينه. هنا كيبقى القياس على اختيار ديالكم نتوما، بغيتو ديروه صغيور ديروه، بغيتو تكبروه كبروه. انا ما نكذبش عليكم هاد البوشيار كيعجبني كتكون البوشيره هكا كبيره، يعني ما كنبغيهش يكون صغير من غير الا كانوا عندي شي ضياف وعرفتهم غيبغيو هاد البوشيار صغير. ولكن الاغلبيه كيبغيو هاد البوشيار يكون هكايا كبير، يعني هو راه ديال البلاد بلدي، يعني خصو يكون هكا كبير مزيان. هاد البوشير أنا الناس راه درتو لجداتي، كانت جات عندي مسكينة ضيفة وعزيز عليها ودرتو ليها الكوتي، والله إلا بغات تحماق عليه، بغات تحماق عليه. درتو هو وواحد البريوات درتهم للكوتي، أنا غنشاركهم معكم إن شاء الله في فيديو اللي من ورا هذا إن شاء الله لا بقينا في الحياة. كيف ما كتشوفوا المقله ملي كتكون سخونه كتساعدنا دغيا كيطيب لهاد البوشير هذا. انا راه كيف ما شفتوا كنقرصو هكا في المقله، يعني بحكم ان كاينين مبتدئات انا شاركت معكم هاد الطريقه راها ساهله احسن ما كديروا ليه نص تقريصه هكا في شي طبيسيل عاد تهزوه، يعني راه كتعوج ليه الفورمه ديالو ما كيبقاش شاد شي فورمه اللي هي مزيانه. هاد الشي علاش أنايا كرّستو في المقلة وكنخليه حتى كيتحمّر من الواجهتين وكيجي زوين هكا زوين بزاف. أنا مازال غادي نشارك معكم وحدة أخرى باش تشوفوا الطريقة مزيان. شوفوا اللون ديالو كيجي زوين بزاف، هداك العسل اللي كنديرو هو اللي كيساعدنا وكيعطيه داك اللون الذهبي كيف ما كنقولوا. المهم أنا غنشارك معكم وحدة أخرى. كيف ما كتشوفوا كناخد القياس ديال العجينة وكنحاول نجمعها مزيان بين يديا وكنوضعها هكايا في المقله وكندهن يدي بالزيت باش ما تلصقش ليا العجينه وصافي وكنبسطها مزيان. هنايا خصها ضروري غير رقوها، ما تخافوش منها، ما ترقوهاش تاني بزاف وما تخليوهاش غليظه بزاف باش ما يجيكمش هكايا غليظ، يعني كيجيكم بينه وبين وكيجي مسفنج من داخل. صافي هنا ملي كطيب لينا هاد البوشيه هكايا من التحت كناخذ انا كنستعن بواحد البانسو هو اللي كنرش به الزيت من في الوجه ديال البوشيه. وملي كنحس بها كتعطيني واحد البيوضه من الجناب، يعني صافي راها تحمرات من التحت وخرجت واحد الفقاعات في الوجه ديالها، صافي كنقلبها. انا غنشارك معكم واحد البوشيه هكايا بالعرض البطيء كيف ما كنقولوا هنايا راه سرعت شويه الفيديو باش الفيديو ما يجيكمش طويل. داكشي علاش كنزرب انا الفيديو شويه، ولكن خليت واحد المقطع باش تشوفوا البوشيار هكايا عن قرب، حتى اللي معمرها ما جرباتو وتزعم وديرو راه كيجي زوين يعني وساهل اسهل ما يكون وكيشهي شهوه منه. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي. راه ساهل ودغيا كيوجد، يعني انا كيعجبني انا هذا كيجيني احسن ما انني هما الملاوي كيجيو زوينين ولكن كياخذوا وقت على البوشير دغيا كيوجد. أنا عاودت هنايا ولكن مازال كاين هنايا الفيديو شوية مسرّع. راه كاين واحد المقطع هنايا عندي أنا نيت خليته في الفيديو غادي نشوفوه إن شاء الله بالعرض البطيء كيف ما قلت لكم، يعني بالتصوير على حقيقته باش تشوفوه كيفاش كيجي، راه كيجي زوين. كنتمنى تخليو ليا شي تعاليق زوينة بحالكم وما تنسونيش في لايكات كيف ما قلت لكم. ها نتوما كيف ما شفتوا حتى كيخرجوا هاد الفقاعات وكتكون هاد البيوضيه هكايا. شوفوا من التحت كيفاش كيكون اللون ديالو كيجي زوين بزاف. صافي هنا بعد ما كملت الكميه ديالتي ذوبت شويه الزبده والعسل. هنا العسل البنات راه عندي عسيله حره مع شويه الزبده بلديه. هادشي علاش غيبان لكم داك الشهد الطريفات ديال الشهده ديال العسل. عطاتو ليا واحد السيده الله يجازيها بخير، شي ناس صحابنا ذوقوني كنقول لهم شكرا من هذا المنبر. المهم دهنت به هذا البوشيار هذا. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا انا بيني وبينكم الا ما كانش هكا كيتغجغج بالزبده والعسل راه ماشي بوشيار. المهم
كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. انا كنشهيكم فيه باش تنوضوا تجربوه مع شي كويز ديال اتاي، وبالصحه والراحه للجميع. والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه. يا